يا عيال هذا بيتهم. ليه بنوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج تبيهم يكشفونا. يا عيال تسمعون الصوت؟ اي والله. صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه. الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه. نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا. اوكي؟ يلا يلا ياسر انت اطولنا، شوف شغلك. يا الباب مقفل يا عيال. وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى ما نطالع من هنا الين ما اعرف ايش السالفه. اسكت انت. احنا جينا نساعدك. اطلع برا، اطلع برا. طيب تحتاج مساعده ندق على الشرطه. ابو عامر كيفك؟ كفتة؟ ياوا زاد انا اقول وش هالسيارة اللي عند بابنا؟ ايوه انتظر ولدك عامر وياسر وشكش. وين فيه بيتي؟ سر ما اقدر اقول لك. عجيب والله. خليني اساعدك بالاغراض. اي والله الله يعافيك، حطه بالحوش. هيا اطلعوا برا يا حرامية. يا عمي خلينا الحرامية، يلا نمشي. كفتة. هلا كفتة. متأكد؟ طيب جاي يا عيال جاي.
بعدين كبره انت، حط على الصامت. كفتة اسحب عليه ذا البزر، ما دق علينا الا يوم الرجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين؟ يا عيال لازم نزمن، واذا ما قدرنا ندق على الشرطه. قسم بالله مسكنا ذا النفسيا يذبحنا. قلت لهم اطلعوا برا يا حرامية، بس الظاهر انهم حسوا فيك وانحاشوا. زين، أنت لا تشيل هم الحين، أبيك تنام وترتاح واترك الباقي علي. خلي بشوف من اللي يدق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش، خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متأكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحه، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغى احد يساعده وينقذه منك، بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، احنا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه عند ابو عامر اللي ولدوه. عندكم يوسف عندي بعد؟ تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا؟ إيه لا ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد. في رجال بيدخل عندنا درب. هيا امشي قدامي، هيا تفضل. هيا. السلام عليكم. عليكم السلام. ابطل غدا وانا موعد العيال بالاستراحه. بدري عندي الشغالة. يا ميري، ميري. نعم ماما. وين الغدا؟ أنا قايلت لك إنك تجهزينه الساعة 2، الحين 2:15. بس 5 دقايق خلص. والله دلعتوها، المفروض تلتزم بالوقت وتنضبط. وانت وش مالك امرك مستعجل؟ وش عندك؟ لا بس عندي موعد مع اخوياي ومعطيهم كلمه، وتعرف انا كلمتي سيف. كلمتين سيف، اللي يسمعك يكون واحد من وكلاء الوزاره. كفتها وشك ان شاء الله يديم النعمه. اي والله انك صادق، الله يديم النعمه. ما تسمع الجرس؟ ورا ما تقوم تفتح الباب. ورا ما ميري تروح تفتح الباب. تبيها تغسل لك وتطبخ لك وتفتح الباب؟ انت مالك رجلين؟ كيف افتح الباب انت؟ كيف؟ سم ابشر. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أقول وين أمك؟ في المدرسه. يعني وين بتكون؟ داخل بالبيت. أقول لا تكثر كلام معي، يلا روح نادها وقولها جارتكم سلطان تبيك، يلا. سلامات، ليش تنفخين؟ ولا علشان معس فزعه؟ إيه أنا فزعة، البادي جارد. راح نادي أمك لا أحطك براسي. يلا نادي أمك. يلا روح نادها يلا. اقعد يا القدحه، تو جايه من حجاب. والله قويه، عاد حداك يا بنك. دقيقه. مستعجلة مرة، باقي ساعات وطيارة الباريس تقلع، فقلت أجيب شغالتي عندك، يا حليلها طيبة وحنونة. قلت مالي غير جارتي وصديقتي أم عامر، هي اللي تقدر تشيل الموضوع عني، يعني خبرك تذاكر وفيز وكل هذه خسائر أنا ما أقدر عليها. الصراحة ما أدري وش أقول لك،
فاجأتيني. شوفي، لها 10 سنين عندي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي وش حليلها، لها فم ياكل ما لها فم يتكلم، تحطينها على الجرح يبرى، اكرفيها مثل ما تبين. ها وش تبين اجيب لك من باريس بسرعه؟ ما ادري، لو في جلابيات. جلابيات؟ شفتي جلابيات؟ ايش شغاله استغربت. يا حبيبتي هذه باريس. مالك خلي الهديه عندي، هديه وتستاهلك. استاذنك الحين لاني مره مستعجله. انا اوصيك على ماما مره كويسه. مع السلامه. وبتجلس عندنا كم يوم لين ترجع ام سلطان من باريس. الله صرنا أغنياء، خدامتين. يا حليلها ويا حلا ذهبها، شكلها كيوت. انت خيوط. انت فله. الحين ام سلطان رايحه لباريس وكاش ومسويه زحمه وما تقدر تشتري تذكره لشغالتها وتاخذها معها. عجيب والله. انت وش دخلك؟ هذه ضيفة عندنا لما تجي معزبتها، وبعدين شيء بلاش، ربحه بين. ليش كده؟ انا تاكل 5 دقيقة انت تجيب كلام جديد؟ يا هليلش، اذا شغلك كويس ما في خف. انا شغل احسن من انت، شيبك كبير. انا شيبك كبير يا كتكوتة يا دلوعة. جوي الهوش الله طبعا. تصدقون جوهم احسن من شكوش وكفته. خلاص ميري، ذي شغالة جارتنا ام سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم. بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي اتبنى عليه. شكرا ماما. عفوا ماما. يلا خذيها وديها فوق. انا اروح مع هالاشكال؟ ايه روحي مع ذي الاشكال. وش ذا النشبه؟ يلا خذيها. يلا تعال. يلا بسرعة. ابوك الفيلم البطل. هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة الصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت لا أنت هنا ما يبغى انام على الارض، لا يبغى اشيل سرير. انا ما في مشكله ميري، ذي ضيفة عندنا تجلس 2 ولا 3 وبتمشي، اعطيها سريرك. لا هذا سرير حق انا، ما يبغى هذا الكلام الثاني. هي نوم ارض ولا ارجبت هو. انتم ما تشوفين كيف انوم على الارض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا انوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم ومعزبتك سافرت وانا ابتلشت فيكي؟ دقي على الحين تدقين عليها. بسم الله عليك سليمان، وش فيك حبيبي؟ طقوني. من اللي طقك؟ اخو مشعل الكبير واخوياه مسكوني وخلوا مشعل يضربني قدام عيال المدرسه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. تعرف بيوتهم؟ امشي معي ورني اياها. وين رايح؟ تبي تروح تعمل مشاكل معهم؟ لا يبا، ابى اروح اخذ حق اخوي منهم. يخليه يروح يأدبهم، هذول الناس ما ربوهم اهلهم. خبله انت تشرفين اخوك على المشاكل. اقول الصدق، اذا ما تربوا لازم احد يوقفهم عند حدهم. خلاص انا باسل بروح للمدرسه واشتكيهم هناك بدون مشاكل. ريح نفسك يبا، ما يحتاج. الاشكال ذي اعرف شلون اتصرف معها. يا عيال انا مغبون وميت من القهر. سلامات، وش فيك؟ في عيال كبار تجمع على اخوي سليمان وطقوه. ياهو نسينا ما كلينا؟ يعني من يوم ما عرفنا الدراسة واحنا جالد ومجلود. شوف وجه الخردة كأنه مخطط من المضاربات. طيب وش بتسوي؟
ودي اروح لهم واجلدهم جلد لين ما اطلع حرة اخوي سليمان. صاحي انت مرجوج مطوق فيك شيء، تحط راسك براس مبزره. هذا الجزء الثاني يا عيال. طبق السماء كفوا مشعل. عامر شوف، مصورين المقطع منزلينه بقرب المدرسة. قروني الله ياخذهم. والله ما اخليها لهم، ما اكون عامر اذا ما اخذت حق اخوي سليمان بيدي. وش فيك شادها هد، ترى كلهم مبزره. مهبول انت، هذولي بالثانوي. لكن الوعد بكره، من بيروح معي يا عيال؟ ابني اروح اتلاقط لي مع مبزره؟ يا ابوي روح لحالك. لانك ورع وما انت بكفو. انا معك يا عامر. وانا معك. وينهم؟ دائما تكون على الجدار هنا. هذا هو. متاكد؟ ايه هذا هو اللي ضربني. خلاص انزل انت روح مدرستك وحنا بنتفاهم معه. كفو. يلا انزل، يلا رح. يا ولد خير تبون انتم تبون؟ فك يا ولد فك. ولا كلمة. تضرب اخوي ورع، ها؟ تضرب اخوي. الحين اعلمك. راح لبق السيارة. مسوي مرجلة، ها؟ امش قدام ولا كلمة. الحين اوريك انا ادب. سوي رجال عورة، امش قدام. امش. السلام عليكم محمد. سلام، هلا استاذ، حياك. الله يحييك يا ابو محمد. في مجموعه طلاب غايبين ودنا نعلم اهاليهم. طيب اعطيني اساميهم الله يرضى عليك. سم سلطان محسن. سلطان محسن. عبد العزيز محمد. عبد العزيز محمد. نواف علي. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. اي نعم، انا ولي امر الطالب سلطان. وشو؟ ما يصير يا ابن الحلال، انا بنفسي موصله المدرسة. طيب خير ان شاء الله خير. على العموم شكرا على اهتمامكم. وش فيه؟ يقول سلطان غايب عن المدرسة. وين بيروح؟ ما أدري. الله يرحم امك فكني، والله ما عاد اضرب اخوك سليمان والله. انت اللي جنيت على نفسك. لا مصور مقطع فيديو، ها؟ تبي تدل اخويا ورع؟ احنا بنأدبك انت واشكالك، انتوا اللي خربتوا المجتمع. يا واد ايش بكم على البزر؟ تتمرجلوا عليه؟ اخوك سليمان هو اللي ضرب اخوي مشعل، هذا مالي دخل. قص ولا كلمة. واذا بزران تهاوشوا تحط راسك براس بزر، ها؟ تحط راسك براس بزر. شوفوا يا عيال، هذا اللي مسوي اول مهايطي وانه قوي وتدير بدنا القوي، وراك تبكي الحين، ها؟ وراك ذليل. شوفوا يا سليمان الحين يبكي اخذت حقك منه ولسه باقي، ها؟ هذا المقطع لك يا سليمان يا سلي، اوكي؟ ارفع راسك. ثاني مرة تتعرض لاخوي سليمان ما تلوم الا نفسك. تفهم ولا ما تفهم؟ افهم. يلا يا عيال مشينا. ايه ما بتفكوا؟ لا خله هنا يتأدب، نرجع نفك العصر. ايه فكوني، ايه تعالوا فكوني.
يا عامر غير ساعة الغاز. سمي با. هذه دبة الغاز اللي رجعتوني من آخر الدنيا علشان عسى ما خربنا عليك الكشتة بس. لا عادي، تمرون أمر. وش ذي الريح؟ مو عاد ريحة، يمكن الغاز في تنسيم. لا، ما هي ريحة غاز، هذه تشبه ريحة الذهب. ذهب؟ النخلة. قلت لكم بلاش من الحكاوي دي في البر، ما سمعتوا كلامي. ها ارتحتوا؟ شوفوا خويكم اتجنن وتهيأ له انه قابل جنيه. لا قصدك من الشعر بيت، قال لك ايه ادته نخله تطلع ذهب. تخيلوا نخله تطلع ذهب. ما عندك نخلة تطلع فلوس. عامر سالفتك ذي ما اقولها الواحد في التمهيد يا شيخ. على أساس كلامكم ذا بيأثر علي أقول دزها، بس أنتوا وياه جعلكم ما صدقتوا. يا عامر يا اخي، معقوله فيه انخرب هالدنيا تطلع ذهب؟ طيب افلام كرتون انت. قايل لك انا اوصلك ما طعتن. كلها سنة أو سنتين والنخلة دي تطلع ذهب. ويصير قدونا عيار 24. لا يا على شرط يكون الذهب مرحي. يبا سم. قد سمعت عن نخلة تطلع ذهب؟ النخلة ما تطلع إلا ذهب، وهذا هو. لا أنت فهمتني غلط، ما أقصد تمر، أقصد ذهب. كان في يوم من الأيام التمر هذا أغلى من الذهب. حدي نظر ما بغيت أكثر، حدي نظر. أقول عامر صباح الخير. صباح النور، إيش عندك أنت بعد؟ كأني أشم كذا من البارح ريحة ذهب جاية من استراحتكم، إيش السالفة؟ حتى أنتي سالفة الحريم مع ريحة الذهب. أقول مو بشغلس، ها؟ دزيها بس استراحتكم. مالت عليك. هلا بعامر، هلا وغلا. مرحبا انبطه ولا الله عمرك، اتفضل. يا هلا نورت الاستراحه والله، نور. ارحبا تفضل حياك الله. مرحبا في مرحبا وتحية والسلام من صميم القلب، تهدالك يا ولد العم ضيفنا الليلة. وش السالفة يا عيال؟ احنا بصراحه يا عامر حسينا ان احنا كسرنا خاطرك وزعلناك امس بصراحه، يعني قلنا نراضيك بهالذبيحه الزينه. سم. تفضل عامر. هي بس أنا ما غسلت. جبنا المويه اللي عندك، اتفضل غسل يدك. بس بروح الحمام وجه. ولا تعب نفسك حبيبي، تعال ولا اي شيء. ها تفضل الى عندك، تفضل. مأخر بس. الحين عرفت ليش جايبين لي مفطح. شفت الذهب وجايين تسقونه علي. مخفة، أنا عندكم مخفة؟ يا ابن الحلال ما حد قد قال انك مخفى، وش فيك انت؟ يا اخي احنا اخوياك زملاك، بيننا عشره عيش وملح. الحين اخوياي، ها؟ اقول دزها انت وياه، ما لكم شيء عندي. كيف ما لنا شيء يا ابويا؟ الاستراحه دي كلنا قطينا فيها، واي شيء فيها يخص الجميع. وش دخل يا ابوي؟ النخله دي انا اللي جايبها. بس انت جايب الاستراحه، واستراحه كلنا قطينا به. ايش فيهم العيال يصارخون؟ شكلها قبعت بينهم. لا اكيد متطقين على البلوت كالعاده. لا وضعهم مو طبيعي، حتى لما شفت عامر قدام الاستراحة كان متقروش، كلمته سحب علي. صدقوني وراهم شيء ولا أنا ما أفهم. اسكتوا بنات، خلنا نسمع وش قاعدين يقولون عشان نفهم السالفة. صح معي، لا تنسى ترى الاستراحة باسمي. وش دخل يا ابوي؟ وإذا الاستراحة باسمك؟ تاخذ النخلاء أبى أبلغ عليك الشرطة، وإذا كانك تبيها تقبع بيننا سوها إذا أنت رجال. وش تبون مني؟ سهلة، نتشارك. خلاص نتشارك. أبعطي كل واحد منكم تمرة.
الله يعطيك العافيه يا عامر. عموري حبيبي، تدي كل واحد تمره يا اخي، احنا اصحابك وكذا، خليها حبتين. اوكي تمرتين بس بشرط. ايوه كذا حبايب. يلا وش شرطك؟ استروا ما واجهتوا وتتناوبون على حراسة الاستراحة والنخلة. تم. هلا صلوحي، كيف حالك؟ هلا امر. والله فاضي ما عندي شيء، قلت اجي اصك معكم بلوت. العيال بس صراحه اعتزلوا البلوت نهائيا، واستراحه بكبره قبلناه. قبلتوها؟ طب ما دام قبلتوها وراك جالس كذا كأنك ماسك خفاره. يا كونان الجراديه اللي تقبلها شارط علينا حرس لين يصل. وصلت المعلومه؟ وصلت المعلومه. طيب ما في عشاء؟ لا ما هنا عشيات. يلا ما في شيء. يلا سلام عليكم. بهذه الطريقة أو الطريقة الثانية إنك تضرب بكل قوتك على ظهر الرضيع لين ما ينكسر. يا جماعة في أبسط الطرق نتصرف إذا كان الرضيع مخنوق. شوف معايا، إذا ظهرت مؤشرات اختناق الرضيع، أول مؤشر إنه ما عنده تنفس بسهولة، ثاني حاجة ما عنده صوت، وثالث شيء كمان اختلاف ملامح الوجه واللون. عامر وش فيك قاعد هنا؟ ليه؟ الواحد ممنوع يجلس عند استراحتهم؟ لا ما قلنا ممنوع ولا شيء، بس معليش ما لكم حس اليوم، وامس اصواتكم عندنا بالاستراحه. يا ليل القلق، صارخنا ليه تصارخون؟ ازعجتونا. سكتنا ليه تسكتون؟ سلامات، مسؤولين عننا انتم. خلاص الاستراحه محولينها على الصامت اليومين، والدردشه قلبناها على الواتس. عندكم مانع؟ بنات امشوا، ذا نفسيه. اقول دزيها بس. هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة الصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت لا أنت هنا ما يبغى أنام على الأرض، لا يبغى أشيل سرير. أنا ما في مشكلة ميري، ذي ضيفة عندنا تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي، أعطيها سريرك. لا هذا سرير حق أنا، ما يبغى هذا الكلام الثاني. هي نوم أرض ولا أرجع بيت هو. أنتم ما تشوفين كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا أنوم على سريري. وشلون تروحين بيتكم ومعزبتك سافرت وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الحين تدقين عليها. وش ذا البلشة؟ تقول رجعوني البيت، شو أسوي لها الحين؟ يا قو وجهها، تحمد ربنا نظفينها. عامر أبى أعطيك قروش، روح الحين لأقرب محل أثاث واشتري لها سرير وجيبها بسرعة. سلامات يبا، لي سنتين اقول لكم سريري منكسر ومايل، تقولوا لي بعدين، والحين يوم جد ذي على طول تقول له سرير جديد. تراها شغالة جارتنا أم سلطان ومخليتها أمانة عندنا، والحين مسوية مشكلة تقول أبي أرجع بيت الكفيلة. حنا وش دخلنا؟ سلامتها ترجع. عامر أنا وش قلت؟ سم يبا، يجرونا أطلق سرير. يجي سرير جديد؟ إيه سرير جديد كبير، مو سمسم سرير أنت. معلش ما في مشكلة. وش هالمطبخ؟ ما في حلويات؟ كاكاو؟ شيبسات؟ ما في حلاوة
كاكاو وشيبسات هنا، روحي بقالة. ماري، وين الايس كريم حقي؟ هذا خدع ماما مجنون، ممكن هي شيل. وخذت الايس كريم حقي المشفوحه. واذا اخذته عليها بالعافيه، لا تنسين انها ضيفة عندنا. انا اقول كل يوم راسي يوجعني، حلقي يوجعني، ما ادري وش يوجعني. اسمعي عاد، من اليوم ورايح الايس كريم ما يدخل بيتك. عجيب. انت ايش هذا؟ خدامه انت؟ لا، انا شغل ميك اب ارتست، وهذا خدامه انا. انا في شغل الكهرباء. سوي جوله؟ ندخل جوله وجهفله من جولتين. جفلا करते अभी चल जा जल्दी से बोलो जल्दी टक 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 करो 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 जल्दी 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 يلا يا عيال كبسوا الشاشه، كبسوا كبسوا كبسوا. ماري يا ماري، يلا صباح خير. سامي يا ابو عامر، وش فيك؟ وين ماري؟ لا جهزت فطوري ولا في بعد. غريبة، العادة من الساعة 6 الصبح وهي صاحية، والحين الساعة 10 وتوها نزلت. ما علينا، روحي للمطبخ جهزي فطوري، خلي اخذ علاج السكر. أبشر أبشر أبشر. صباح الخير ماما. صباح النور. وين ماري؟ ماري نايمة، جالسة على جوال لين فجر. أقول لها نومي نومي، ما يسمع كلام. الله يهديها. يصير خير. اوف 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 اوف، وش ذا؟ هذا فطور فنادق. ذيرونا يا حليلها، خدامة صنعة. صحت قبل هالخبلة ماري وجهزت ذا الفطور. ها، إلى الحين ما صحت ماري؟ توها صحت، لكن عطيتها كلام علشان ما تسهر مرة ثانية. غريبة، مو من عوايدها ماري. سموا اهم شيء الفطور زين. اتحداك الفطور البطل. عاطني يد بلاي ستيشن. صح يا انتي، ذي اللعبة صعبة. شجاعة، أنا أعرف ألعبها، صرت أفوز. أعطيني بس أشوف، أعطيني. وريني. يلا يا عيال نزلوا الاغراض. يلا يلا، كل واحد يشيل شيء. سلامات، وراس تناظرين مضيع شيء انتي؟ وش فيها اشكالكم كذا؟ متهاوشين انتو؟ لا 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 يا بنت الحلال، كنا كاشتين. يا فاتتكم كشتة، طبخ وناف ومطر ودبابات، انواع الفله. الله، كشته مره مخاطري اجرب اكشت انا والبنات. طيب اكشتوا، ايش ناقصكم؟ سيارات ومعكم. بصراحه ودنا، بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا. يخسى احد يضايقكم. اهدى حنا نكشت معكم. سلامات يا ابوي، سلامات. قاط معهم انت؟ لا لا لا، حنا ما نكشت معكم. مو هم معهم يسبها جنبهم. الحين سؤال واحد، الحين مو هم جيراننا وبيننا وبينهم جدار؟ الا خلاص نكشت ويكون بيننا وبينهم موتر. ايه اذا كذا اوكي. كفو. متى تبون؟ بكره؟ لا، وش بكره؟ سلامات، ابى اشاور البنات واعلمك. يلا يلا باي حقين البران. امشي يا عيال.
معلش الويكند ما يناسبني، عندنا عزيمة. طيب عزيمتكم يوم الخميس ولا الجمعة؟ الجمعة. خلاص يوم الخميس، وش عندكم؟ يا ذكية، الخميس تجهيز عزيمة الجمعة. يا ليل، خلاص مو بلازم نطلع الويكند، نطلع وسط الأسبوع. لا وين تحسبينا فاضيين مثلك؟ لا يا حبيبتي، حنا عندنا دوامات، خلوها الويكند اللي بعده. لا معليش، الويكند اللي بعده تمايم ولد بنت خالي. تمايم ولد بنت خالك؟ يا ليل، مناسبة أبدا مو بمهمة. مو مهمة عندك يا حبيبتي، هذه بنت خالي أقرب لي من خواتي، وبعدين مين أنت طال عمرك عشان تعلميني وش المهم وش اللي مو مهم بحياتي؟ كالعادة تهاوشوا ونسوا الموضوع الأساسي. أي موضوع؟ وش أي موضوع؟ موضوع الكشتة. يو خلاص نسيت، أقول لكم شيء، خلوها الشهر الجاي. الشهر الجاي برضه. لا وين الشهر الجاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واقف ورا الباب أنت؟ لا يا بنت الناس، لا تحطين شيء في ذمتك. انا كنت مار جنب الباب وانتم طقيتوه. نصاب كالعادة، كنت جالس تسمعني من ورا الجدار. الله يصلح قلبك يا رب ان شاء الله. لا تفهميني صح. المهم متى قررتوا؟ خلاص قررنا كشتتنا تكون يوم 3 ديسمبر. داري سمعتكم. يعني تقريبا اسبوعين ونص. يو يا عيال، يعني علشان يخططون الكشته يقعدون اسبوعين ونص؟ صدقوني يا عيال، انا مره كنت طالع من البيت جايكم على الاستراحه، فجاه كذا لقيت نفسي في البحرين. لا يا ابن الحلال، البنات جداولهم منظمه وترتيب وتخطيط وتنظيم وتستاذن من امها وقروشه، وعادي ترى على اتفه سبب تكنسل طلعتها قبلها بنص ساعه. ايه فقي، انا ماني جاي. قال ايه؟ قال احرسهم. سكرتي انا؟ اوه صاد شكش، حتى انا ماني بجاي. ابوك الجحده وراكم يا عيال. اقول لك ياسر، ايش حنستفيد منهم؟ اكل وحلا وقهوه وشاهي، ما لذ وطاب، يعني بالعربي ميم ميم. هي ايش يعني ميم ميم؟ يعني مي ومناهي. درجنت، يعني محفول مكفول. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني بتكون مودرن وتناسبنا احنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهدله وقرف زي اشكالكم اخر مره. كنا تسب يا عيال. لا نتمشى، ودها تشارك بس. اقول لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس، نحتاجه بالكشته. وراك انت ما تضحك. لا عاديه يعني. بس حبيت اشارك يعني. تفضل. يا سخفك. المهم من بكره بنبدا تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشته. انت اطلعي من المنقد اول شيء، بعدين روح اشتري الفروه. ورا ما ضحكت الحين، ما ادري نضحك. ايه هذه حلوه والله. إيه. يلا اقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. ايه يا ابو حمود، متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر ما تشوف شر. نجيبها. امشوا يا سخفكم بس. اسمعوا بنات، عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات، انا اعرف لكم واحد في الثميري يبيع فروات ستايل نسائيه رهيبه، بكلمه لكم يسوي لكم ديسكاونت. يا ولد لا يكون غلطانين بالمحل. محل عبايات ذا ولا فروات؟ مشكلة يا عامر، نفس التصاميم بس فرق القماش من جوا. الله، خير وخري، انا اخترتها قبلك، ليش تقلدين؟ خير وش اللي اقلد؟ سبحان الله، اول ما حطيت يدي عليها قلتي الله ابي زيها. خلاص يا بزر انت وياه، اهجدوا لاكفن كل واحده منكم بفروتها. خلاص اختار لون ثاني انتي. ما ابي، مسكت معي ذا اللون وانا ماني مختاره الا ذا اللون. يلا وش عندك؟ وش بتسوين؟ بنات ترى الموضوع مره بسيط، خذي فروتين من نفس اللون، كل واحده منكم تاخذ لونين وبس وانتهى الموضوع، ونسقوا مع بعض طاعات ثانيه. يقلع الهوجه الخايسه، متهاوشين عشان لهم فروه. قصدك يقلع المصاريف؟ تدري ان فروتي ذي شاريها لي ابوي من عند المسجد من يوم انا بالمتوسطه، ولا الحين ما غيرتها. عشان كذا ريحتها غنم. ايه اصليه، وش عرفك انت؟ مرحبا. يا هلا. بكم هذه لو سمحت؟ ب 560 ريال. ليش 500؟ كيف؟ 560؟ لا غالي. شوف ان السعر مناسب، هذه من طرفي، جارتنا وتعز علي. شو هالحكي؟ الاستاذه من طرفك؟ تكرم عينك انت والاستاذه. وبلا 60 ريال، خليها 500. ايش رايك فيني؟ 60 ريال طرفي ثاني. والله انك كفو يا تركي، مره شكرا. خلاص امسك حاسب، وما يحتاج تحط لي اياها بكيس لاني بلبسها الحين. تكرمي. باي. اسمع،
200 ريال تدزها في حسابي الحين. شوف يا تركي، نحن اتفقنا كل شخص بيجي من طرفك بياخد فروة تاخد 100 ريال، مو 200 ريال. اقول حبيبي الحركات ذي ما يبي علي انا، زين؟ لا اقلب لك المحل هذا ملاهي. 200 ريال تدفها في حسابي، ترى جملتها في 60 ريال انا عارف. طيب خلاص تكرم عينك، راح احول لك 200 ريال. ايوه. جايب انت حب مويه رايح ملعب. هاي انا خلصت وانتو؟ وش مهبولة انت. الله يصلح قلبك، قاش البقالة كلها. وانا خلصت بش باقي لي شيش طوق ما لقيته. سلامات، وش ذا الاغراض؟ تخيلوا بنات ايش لقيت؟ شوايه كهربائيه عشان نطبخ عشانه، وجبت فحم تدفى فيه. ايه سلامات يا ابو حمود. ايه كابتن، خير ان شاء الله. في شيء؟ وشلون بتشغل شواية كهرب في البر؟ يا ذكي، في محل عندهم توصيله تنشبك على بطاريه السياره، بكره بروح اشتريها. يا بنات مره قهر، ما لقيت ولا مشروب دايت، بس جبت الاشياء هذه خلينا نمشي فيها حالنا اليوم. صح ذكرتيني، نسيت السكر البني. وانت يا استاذ عامر نسيت شيء؟ نسيت ليش جينا اصلا؟ احنا وشو اللي جايين يا اخ ياسر؟ ما ادري. ابو حمود وشو اللي جايين حنا؟ نكت انت وجهك. حلوه. عيب عليك، حرامي يرفع سلاحه على حرامي. انا معك يا عطف. وانت شلون عرفت؟ يا حليلك، انا ما سموني الطارة عبث. الزبده الحين ابي حقي من الجريه كامل مكمل. حقك موجود، بس انت تعرف اللي يخوننا وش يصير فيه يا عامر؟ لو ابي اخونك كان خنتك من زمان. انا كنت ابي سلف 500 ريال، والحين جتني فرصه ولا راح اطيرها من يدي. شنب. عرفتوا من هو فايز؟ يعرف الرجاجيل من عيونهم. تفضل انبسط وفلها، وسعت للعملية الجاية يا بطل. هذه كم يا ولد؟ لا يكون زرفيني بس. ترى اكره شيء عندي ان الحرامي يسرق اخوه الحرامي. لا تخاف، لا تخاف يا عامر، نفس نصيبنا. كفو. الحين عصابة مسوي زحمة، بالاخير ما عندك الا ذا الاثنين السبايك. انا اقول لازم نزيد عدد العصابة ونخليهم كثيرين، وعندي لك ناس اذكياء جدا مثلي وشرواي. شرواك الطيب. والله ما تضحكون انتم. دربد اطنخوا يا عيال. هذه ال 500 حقتك شكش، وفوقها 2000 ريال. خذ. اوف ايش هذا كله؟ يا ابويا من فين جبت الفلوس دي كلها؟ المعذب اللي اشتغل مع مطنوخ، وانا معذبكم وشرهتكم. عامر في الهوا سابوليه باعوا واشترى سابوليه. قوم يا عاد بلا سابوليه بلا مسكوليه حبيبي. مو منطق ومو معقول في اول يوم دوام لك تاخذ مبلغ جامد زي ده شرها. اكيد الموضوع فيه له إنه. خلوا عنك ذا، ولا سنعنا معك، وظفنا تكفى. اف عليك، عموري ما ينسى اخوياه، بس حبه حبه وادخلكم الشركه. ايوه هذا عامر الكفل اللي يعرفه. بس يا عيال اهم شيء ما تخافون وتحفظون السر. عامر لقيت ذولي برا يقولون انك طالبهم، وش السالفه؟ ايه انا اعزمكم الليله من قوه الطناخه، انتم ما تروحون المطعم يحضر هنا. كلوا يا عيال، ترى كله حلال بحلال. كفته الواد ده انا ماني مطمن له نهائيا. كل وانت ساكت، عامر طول عمره ذكي. الا تعال عامر، اختبار بكره في الصبح ولا في الليل؟ لا الاختبار بالصبح، بالليل عندنا حفله. وش الاغاني اللي تغنوها؟ سرقني ما دريت انه سرقني، ومن ذا الجو مثل ما وعدتكم.
الآن أبى أسوي لكم اختبار، اللي ينجح فيه يروح معي للدوام، بس أهم شيء الشجاعة وكتمان السر، ولا أحد يتحرك من مكانه مهما صار. اوكي. عندك عقب هنا يا كفته؟ عامر يسوي لنا تدريب واشتغل مع واحد مليونير، بس لا تقول لحد. أمحق كاتم أسرار 0 من 10. اللي بعده. اثبت. جابك هنا؟ انا مداوم هنا. في سيارتك. بمشي برجولي وبجي برجولي. اقول لك انت جاسوس. جاسوس شنو جاسوس؟ هذا لبس الجواسيس انا عارفه. فهمتني غلط. فهمتك صح. لا اديك بوكس في عينك اوريك كيف. ما تديني بوكس. افقع فمك. لا لا لا. اشبك هنا تاني. امشي. فرنكك. امشي. وشكلك اللي بعده. يا ابويا تعبنا واحنا واقفين كاننا حراميه. أنت ما عندك قدرة على التحمل. 0 من 10. اللي بعده. الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفاتنة اللي على Good morning, Yasser. Good morning. Can I enter the house? Yes, of course, yes. 10. 0 من 10. اللي بعده. طيب البيع الموتر. وراهم تغلج ذا. سلامات. في المعارض أنت 0 من 10. زلايب زلايب زلايب، كلكم ساقطين. تبوا تفشلوني مع المعذب؟ يلا يا ورع انتوا وياه، دزها لبيتكم يلا. تكفى عمو عموري، ادينا فرصة تانية احنا وزملائك. وين فرصة ثانية؟ داخل برنامج انت. اقول وراي حفلة ماني بفاضي لكم. يلا سردب سردب انت وياه، سردب لا تقعد تناظر. يا عيال الواد ده وراه مصيبه والفلوس هذه ما هي حلال. اكيد غسيل اموال. تتذكروا يا عيال يوم ما عامر غسل التوب حقه حصلنا في الجيب 500 ريال، ويوم ما سالناه قال ايه نسيتها من كتر فلوسه. يا عيال لازم نلحق على خوينا الليله قبل لا يتورط. يا الحبيب هلا. طالب طلبيه؟ لا بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبيه من الصيدليه، ممكن تستلمها عنه؟ اقول يا طيب الطلب لي انا اللي طالب الطلب يا اخوي. اخوي اصبر اصبر. سلامات يا جار طالبني بر. يخرب بيتك الحاره كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات هات. ايش دخلك يا اخوي انت ما تنام انت؟ الحرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراك مشخص الموضوع انت. سلفته ذا. هلا عامر، انزل انا عند بيتكم بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده، يلا من قدك. اسمع يا درج انا بالاستراحه، شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت وتعال لنا بالاستراحه. يلا اوكي باي. لا بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ ايش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كذا سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنهم ما يحبون الكورة. اسمع يا عامر. ايه عامر يا ابو،
وش تبي انت؟ لا لا الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح، ايش الهرجه؟ جارنا وضعه مريب، انا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه اصوات غريبه. وراك فهيت انت وياه. اللي سويته يا ابويا، ايه بيوت الناس لها حرمه، عيب تقعد تتصنت عليهم. وخصوصا اذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، اصواتهم واصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. وعليكم السلام. عامر، ايش وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفه غير طبيعيه، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه؟ ولا ياسر ما يعرف حرمه البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح لبيتهم واعرف ايش سالفته. يلا مشينا. يلا. يا عيال هذا بيتهم. ليه بنوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج، تبيهم يكشفونا. يا عيال تسمعون الصوت؟ اي والله. صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه. الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه، نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا. اوكي؟ يلا يلا ياسر انت اطولنا، شوف شغلك. يلا. الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى اهدى، ما نطالع من هنا الين ما اعرف ايش السالفه. اسكت انت. احنا جينا نساعدك. اطلع برا، اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني بتكون مودرن وتناسبنا احنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهدلة وقرف زي اشكالكم اخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا نتمشى، ودها تشارك بس. ساكم تبون متسانم به ربيع وخضار، به روت تخريم والعش، وساكم تبون متسانم به طعوس، هذا بمرقى الخرار بس تراه زحمه.
وابوهم الثاني ما يدلونها الناس جهه الغطغط. يا ابوي اخلص علينا، ايش قاعد تقول انت؟ خرخر وغطغط، اهدى من كذا. نركب السياره ونلفلف نشوف اي تراب نقعد فيه، هذا هو البر. يا اخي ما نبي شيء بعيد، نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8. 7:30 الصبح الا عقب الفجر على طول مع شقة النوم. جعل بطن العدو يشك، حنا قصدنا 8 الليل. اما عاد 8 الليل يا عيال. سلامات يا اختي، رايحه عرس انتي. وين؟ عندك ذا التعب والتجهيز، تبينا نكشت في الليل، حالات البر في الصبح. اقول فاضي انت، قوم من صباح الله خير. لا والله حالات الويكند نوم. فاضيين ذولي. اي والله. لحظة انتوا ايش قاعدين تسوون؟ اجتماع تحديد مكان الكشتة. لا خلاص انا حجزت مكان كشتة مرة حلو، كشتوا فيه بنات خالتي السنة اللي فاتت. المهم ابرسل لكم اللوكيشن، وعلى كل حال قريب يعني يبعد 10 دقائق من هنا بس. يا ابوي كشتين بالدايري ذولي. يلا بنات 3 2 1 تشيز. احنا وين؟ في الكشتة والجو يفوز. كيف وريني؟ مرة حلو. سلامات يا ابوي، جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين. مالك دخل، هذا مكاننا، إذا مو عاجبك لا تقعد. بعدين وش ذا اللمبات؟ عرس عايدة. سوي تنكت انت طاقيتك اللي كأنها غطا شطة. بعدين ما لومك، ما تعودت على الترتيب والأجواء. أقول يا أبو حمود ما ودك تكملنا بنات رايحين؟ كوني عنيف بس فكوني. اجلس يا ولد الهاص. يلا بنات صورة. لا مو حلوة اصبروا. نفس جو الاستراحه، ما في اي فرق، بس هناك بيننا وبينهم جدر، هنا سياره. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لابو عبيد ايجار الاستراحه؟ اقول سمعنا شيء يا صالح وفكونا بالاقتراحات النايمه. ها ودي بشاهي خفيف ومخدر بتنكه، واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقباه. يا الله، وش ذا الاغنيه القديمه ذي؟ من وين جبتها؟ هذه من مسرحيه المهابيل. اوه ذكرتها، اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سعرات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل، أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكليت. شاكوش يصك راس العدو، يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي عادي خلاص، اشربيها ولا عطيها واحدة من البنات تشربها، أنا بطلب هوت شوكليت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة، وشلون بنشغل الشواية الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية، يعني التوصيلة تجي قبل الشواية، شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا خلاص ما له داعي، اليوم بنشوي على الفحم. أوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا ميزة هايمر، معليش وش ولا جاية معنا دامك ناسي كل اللي موصينك عليه. يا بنت الحلال خلاص روقي، طالعين ننبسط، الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه، بطلب رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب. مرمانة عليكم وعلى اللي يطلع معكم. ها خير انت وياه. عندك فاهم يا لبا؟ اقول اذلف لاسك كبدة التلمس الحين. بديت المعصبين انا. تبون لفه؟ اكا في الدكه. اخوانهم معهم العجل. تعال هنا. شكرا. اسبوعين تجهيزات،
واخرات اغراضكم كلها طلبيات. طلعتكم ذي تشبه كل شيء الا الكشته. اوكي يا الرحاله يا طير البار، ذبيت خلصت؟ الحين وش تبي انت وياه؟ لا ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طاولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. اي والله هذا الاقتراح الزين، لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلصت؟ ايه.